ادخل. صباح الخير. قالوا لي ان حضرتك عايزاني. ايوه صباح النور، اتفضلي. وبعدين يا اميره؟ وبعدين ايه؟ هو احنا مش كنا اتفقنا انك ما تجيش المدرسه بموتوسيكل؟ لا احنا ما اتفقناش. سيادتك قلت لي ما اجيش بيه هنا عشان ما بقاش قدوه سيئه للاولاد. يعني الكلام دخل من هنا وخرج من الناحيه التانيه. لا هو دخل من هنا وانا فكرت في وجهه نظر سيادتك، بس بصراحه ما اقتنعتش. هو انا ما كنتش بقنعك، ده امر. اميره انا المسؤوله في المدرسه دي، وانت مدرسه في المدرسه هنا، يعني لازم تنفذي اللي انا بقوله. اوكي. حاجه تانية؟ انا مش ديكتاتوره يا اميره، وانت عارفه الكلام ده كويس قوي، بس انا كمان مش هسمح ان ولي امر تلميذ يقول لي كلام ملوش لازمه بسببك وبسبب حاجه انت ممكن تستغني عنها اصلا. يا ترى ايه بقى الكلام اللي ملوش لازمه؟ هيقولوا ايه اولياء الامور لما يشوفوا المدرسه اللي المفروض تكون قدوه لاولادهم وهي جايبه الموتوسيكل؟ ده عادي؟ لا فعلا مش عادي. لازم تراعي الناس اللي انت عايشه في وسطيهم يا اميره. ويا ترى العادي بقى ان اركب تاكسي والاقي السواق بيبص عليا في المرايه وبيعاكسني؟ ده عادي بالنسبه للناس؟ يمكن عادي بالنسبه لهم، بس مش عادي بالنسبه لي. خلاص بلاش تركبي تاكسي، اركبي باص المدرسه. مش عايزه اركب باص المدرسه. وبعدين بقى يا اميره؟ ولا قبلين. انا هريح سيادتك وهريح كمان الناس اللي انا عايشه في وسطهم. عن اذنك مش عندي كلاس دلوقتي. هقرا الورقه اللي انتوا كتبتوه. اول ورقه: كنت خطر يا مستر. وده نعرف منه ان اللي كاتب الكلام ده روحه حلوه وبياخد اي حاجه بهزار. الورقه الثانيه: حضرتك كنت منفعل يا مستر من حاجه. اعتقد ان دي بنت وشايفه ان انا الغلطان وان عاصم ما عملش اي حاجه غلط. عاصم جميل كده كده، ما تهزرش معايا. الورقه الثالثه: محتاجه وقت افكر. برضه دي بنت محتاجه يعني مبينه طبيعي، ومش فاضيالنا دلوقتي.